وبالفعل أراها في غاية الأهمية والخطورة، لأن كثيرا لا بل لأن كل فرد في الأمة بحكامها وعلمائها ودعاتها وشبابها ونسائها وأطفالها في أمس الحاجة الآن للغوص في هذه البحار الهائجة المائجة، للوقوف على الحق حتى لا نغرق. فقبل أن تغرق السفينة يجب على أهل الفضل والعلم ممن يقودونها أن يبينوا سبيل الأمان وطريق الإيمان، فبالإيمان والاتباع تنجو السفينة بإذن الله جل وعلا. بإذن الله. بالديمقراطية؟ بل بكتاب ربنا، بالأنظمة السياسية يا شيخ محمد، بل بسنة نبينا، بالعالم الغربي، بل بالعودة إلى سلفنا، بما تصنعه الدول، بل بالعودة إلى أخلاق ديننا. هذا المخرج الوحيد؟ لا مخرج للأمة بل ولا للبشرية من هذه الفتن إلا بالعودة إلى منهج خالقها. أخي محمد، البشرية الآن مع ما وصلت إليه من علم وتقدم وتقنية وتقدم تهذي كالسكران. هل الشريعة الإسلامية قادرة على النجاة بالبشرية مما يحق بها من مآزق؟ ألا يعلم من خلق سبحانه وهو اللطيف الخبير.